اتفرجت على فيلم ذا كرو الجديد اللي نزل في 2024. الفيلم ده كان منتظر جدا لانه فيلم اعادة انتاج لفيلم بنفس العنوان ذا كرو اتعمل في 94. لكن الفيلم اللي اتعمل 94 الفيلم دوت كان فيلم ايقوني، فيلم قوي جدا، فيلم سينمائي اشتهر جدا في الفترة ديت وعمل ضجة كبيرة لانه كان فيلم قوي. دي نقطة. والنقطة التانية لان الفيلم دوت البطل بتاعه للأسف اتوفى وقت التصوير، فده عمل جو مأساوي زيادة على الفيلم. الفيلم في الأساس فيلم يعتبر من الأفلام المأساوية واللي بتاعت قصة كئيبة ولكنها قوية وسينما حقيقية. الفيلم اللي اتعمل 94، هل الفيلم اللي اتعمل دلوقتي الفيلم الجديد بنفس المستوى اللي طلع بيه الفيلم سنة 1994؟ ده اللي هنشوفه النهاردة. هنراجع الفيلم الجديد ذا كرو 2024 ونشوف الفروقات ما بين الفيلمين القديم والجديد. قبل ما نبدأ ما تنساش تحط لايك وتعليق لأن ده بيفيد جدا. الفيلم إخراج روبرت ساندرز، بطولة بيل سكارسغارد في دور البطل إيريك درافن، فيكا كريش في دور شيلي، داني هيوستن في دور العدو الرئيسي والبطل الشرير في الفيلم. أما فيلم ذا كرو اللي أنتج سنة 1994 إخراج أليكس بروياس، واللي هنقارن النهاردة ما بين إخراجه وما بين إخراج الفيلم الجديد. بطولة براندون لي في دور إيريك درافن، روشي هاتسون في دور سارة، مايكل وينكوت في دور توب دولار. الفيلم بيكلمنا عن إيريك بطل الفيلم وحبيبته شيلي اللي اتعرف عليها في مركز للتأديب أو للإصلاح. بيتعرفوا على بعض وبيقرروا إن هم بيهربوا بيعيشوا مع بعض كام يوم، وبعدها بيتقتلوا في شقتهم على إيد عصابة رئيسها رجل شيطاني له علاقة بالشياطين، وعمل اتفاقية مع الشياطين بانه يقتل ناس ابرياء، وعن طريق قتلهم ليه هو بيقدر يعيش حياة اطول. فهو بيستمد طول الحياة من انه يسلب حياة الاخرين. بيموت ايريك وحبيبته تشيلي في الشقة، وبعد شوية لما ايريك بيروح للعالم الاخر بيقابل شخص او شيء يشبه الملاك او الشيطان، ما كانش متحدد قوي في الفيلم. ايريك لما بيروح الحياة التانية دي بيلاقي نفسه لوحده مع الشيطان ده، ما بيلاقيش حبيبته. فبيسأل الشيطان هو انا هنا بعمل ايه وفين شيلي؟ بيقول له انت هنا في العالم الاخر وخلاص، شيلي رحلت وانت لو عايز ترجعها لازم ترجع للعالم تاني العادي والحياة الطبيعية وتنتقم من الناس اللي قتلوك. بالطريقة دي بس تقدر ترجع شيلي للحياة. فبيبدأ إيريك يرجع للحياة وينتقم من الناس اللي قتلوه. الفيلم هنا بيركز على ان إيريك عنده قوة خارقة، بيقدر لما يتقتل او يتضرب بالرصاص مثلا يرجع تاني وما بيموتش بسهولة، وده برضو كان موجود في الفيلم القديم. فاكتر حاجة تخلينا نشوف الفيلم دوت بصورة كاملة ان احنا نقارنه مع الفيلم القديم. أول حاجة لو قارنا القصة القديمة بالقصة الجديدة، القصة القديمة كانت بتتكلم معانا على إيريك وحبيبته برضو اللي كانوا عايشين مع بعض وبيحبوا بعض، وبتيجي عصابة في عيد اسمه عيد الشيطان موجود في المدينة ومعروف. عيد الشيطان دوت في اليوم دوت بتيجي ناس وبيقتلوهم هما الاتنين، بيرموه هو من البلكونة وبيقتلوا حبيبته. الفيلم بيبدأ معانا لما إيريك بيطلع من قبره بعد ما مات، بيطلع من قبره لسبب ما غير معلوم، بيرجع وبيحاول يرجع لشقته تاني وبيتذكر كل الأحداث والناس اللي قتلوه، وبيقرر ان هو ينتقم منهم كلهم. بس هنا في القصة ما بينتقمش منهم عشان يرجع حبيبته، هو عارف ان حبيبته كده كده مش هترجع، هو بينتقم منهم عشان يشفي غليله مثلا او ياخد حقها. في القصة القديمة ما كانش فيه فكرة القوة الشيطانية والراجل اللي بيحاول ياخد حياة الاخرين عشان هو يعيش حياة اكتر. في القصة القديمة هي مجرد عصابة وقتلتهم، وما كانش فيه فكرة انه يروح للعالم الاخر ويقابل شيطان والامور دي كلها. كانت القصة بسيطة ومفهومة وركزت على الجانب العاطفي وذكريات إيريك مع حبيبته. وهنا أكبر فرق ما بين الفيلم القديم والفيلم الجديد. الفيلم القديم كان بيعتمد على عمق الشخصيات والتعمق في الحالة النفسية بتاعتهم، وده اللي خلانا نتأثر بيه جدا لما نتفرج على الفيلم القديم. انت بتقدر تتعاطف مع الشخصيات بسهولة لأنك عارف دوافعهم وحاسس بكل فرد فيهم. على عكس الفيلم الجديد، أكبر نقطة ضعف في القصة هو إنه مركزش على الجانب العاطفي في الفيلم، ركز على الأكشن أكتر وركز على تعقيد القصة اللي خلت المشاهد مشتت ومش فاهم كل أبعاد القصة. الفيلم اعتمد على الغموض والحكاية الشيطانية والدوافع الغريبة والغير منطقية أحيانا، وأهمل الجزء العاطفي وتعميق الشخصيات. في الفيلم الجديد صعب إن أنت تتعاطف مع الشخصيات وأبطال القصة، أنت بتشوف واحد عايز ينتقم وخلاص، أنت مش قادر تتعاطف معاه. وده لأن السيناريو ما عرضش الأبعاد النفسية وما خليناش نقرب من الشخصيات بقدر كافي. وقصة الحب اللي كانت في البداية اللي ما بين إيريك وشيلي ما تعرضتش بشكل كافي واتعملت بشكل سطحي
جدا واتعملت باستعجال وبسرعة، فانت من بداية الفيلم كده مش عارف تتواصل مع ابطال القصة، ودي اكبر حاجة وقعت الفيلم. والنقطة الذكية اللي اتعملت في الفيلم القديم عشان يخلوا المشاهد يتواصل اكتر مع الابطال، ان كان في طفلة في الفيلم تعتبر هي بطلة في الفيلم اسمها سارة. سارة هي اكتر الشخصيات اللي متأثرة في الفيلم بموت تشيلي وإيريك. لما بيرجع تشيلي للحياة عشان ينتقم لحبيبته بيقابل سارة، والفيلم بيوضح لنا قد ايه ان سارة هو الطرف الثالث المتأثر في العلاقة ديت وفي القصة. فكانت سارة فرصة كبيرة لكاتب السيناريو وللمخرج انه يعرض لنا لحظات انسانية كتيرة في الفيلم. ده اللي بيخلينا نقرب اكتر من الشخصيات ونفهم الابعاد النفسية لكل ابطال الفيلم، على عكس الفيلم الجديد. لو هنتكلم على الاخراج في الفيلم القديم والفيلم الجديد، ودي من اهم النقط بعد القصة، الفيلم القديم من اول 5 دقايق انت داخل بتحس انك فعلا بتتفرج على سينما، بتشوف قد ايه في تفاصيل كتيرة ومونتاج وقطعات سريعة بتخليك تتشد من اول 5 دقايق، تبقى قاعد كده مركز مش قادر تروح في اي مكان. في متعة بصرية كبيرة ورموز كتيرة بتخليك تتشد للفيلم وللمشهد. صحيح ان الفيلم الجديد برضو بيشدك من اول 5 دقايق، انما مش زي الفيلم القديم. الفيلم القديم قد ايه بيوضح لك ان المخرج فعلا متمكن من ادواته، والفيلم اصبح ايقونة سينمائية حقيقية. الفيلم الجديد كان فيه بعض البطء في الاحداث، على عكس القديم كان فيه سرعه شديده في الاحداث وتقطيع سريع في المونتاج، وده كان ميزه في الفيلم. الحاجه الثانيه صوره الفيلم، طريقه التصوير والجو العام للفيلم. الفيلم القديم تحس فعلا ان الصوره سينمائيه بجد، كل كادر وكل مشهد متاخد ومدروس صح. الفيلم الجديد كان فيه طابع كده عام، تحس انه اللون الاسود طابع على الفيلم، واخد الفيلم كله كده لون اسود طويل. الفيلم كله اتصور بالليل، رغم ان برضو الفيلم الاولاني اتصور كله بالليل. غالبا اغلب المشاهد هتلاقيها مشاهد ليليه في الشارع لانها بتحكي قصه يوم واحد. الفيلم الجديد برضو اتصور بالليل، ولكن تحس ان الشاشه سوداء، واخد معاك الطابع الاسود طول الفيلم. الفيلمين يعتبر فيهم جو الكآبه، ولكن الكآبه اللي في الفيلم الجديد تحس انها كآبه بس. الفيلم القديم برضو كان فيه جو الكآبه، ولكن ما بين كل مشهد ومشهد بتلاقي حاجه عاطفيه في النص، في قصة مكتوبة صح. فالفيلم ما بياخدكش بس في الكآبة، لا، في امور عاطفية كتير بتأثر فيك طول الفيلم. اما الفيلم الجديد بتلاقيه كآبة بس وشخص عايز ينتقم طول الفيلم، وانت مش عارف تتواصل مع ابطال الفيلم او تتعاطف معاهم. مش عايز اقول ان الفيلم الجديد وحش، بالعكس الفيلم الجديد حلو جيد، ولكن مشكلته ان هو ظلم نفسه، هو حط نفسه في مقارنة مع الفيلم القديم. فانا متصور لو الفيلم الجديد كان بيقول قصة تانية واتعمل بنفس المقاييس وبنفس الاشياء اللي هو فيه، كان ممكن يتقيم بشكل اعلى من كده، لان الفيلم اخذ فترة طويلة في التحضير والناس كانت حاطة توقعات كبيرة عليه. فهو الفيلم الجديد ممكن تقعد وتستمتع بيه ساعتين او ساعتين الا تلت، ولكن الفيلم القديم هتستمتع بيه اكتر بكتير. لو قارنا بقى الموسيقى التصويرية، الموسيقى التصويرية في الفيلم القديم كانت موسيقى عميقة جدا. فيلم فعلا تحسه ان الموسيقى بتاعته موسيقى سينمائية، موسيقى كده بتاخدك في عمق سينمائي كده، انت بيسحلك وانت قاعد بتتفرج عليه. اما الفيلم الجديد اوقات كتير ما كنتش بتحس بالموسيقى، انت قاعد الموسيقى بس خلفية كده شغالة وانت بتسمع الفيلم. لو جينا بقى على التمثيل، الحقيقة اللي خدم الممثلين كلهم في الفيلم القديم هو السيناريو. دايما السيناريو والقصة هم الاساس، فاغلب الممثلين الابطال الاساسيين في الفيلم وغيرهم قدروا يأدوا دور جيد جدا في الفيلم القديم. اما الفيلم الجديد هم حاولوا يقدموا اكتر ما عندهم، ولكن دايما القصة ضعيفة ما ادتهمش امكانية ان هم يوصلوا كل حاجة للمشاهد. فالفيلم الجديد مهما الممثلين حاولوا يقدموا اكتر ما عندهم، ما قدروش يوصلوا اللي المفروض يوصل، وما قدروش يوصلوا كل حاجة لان القصة كانت ضعيفة والحوارات ما بتخدمهمش. في المجمل انا ما بقولش ان الفيلم الجديد وحش، ولكن الفيلم القديم احلى بكتير. تقدر تستمتع بالفيلم الجديد وبالفيلم القديم. كده المراجعة هتكون انتهت، ما تنساش تحط لايك وتعليق لان ده بيفيد جدا. استنوني في مراجعة جديدة لفيلم جديد، واشوفكم على خير يا ابطال.